ده الفيو اهو يا دكتور. احنا دخلنا ترانس فاجنال. طبعا الاول ده بيبي حوالي 10 اسابيع، فالموجود ورا دي اليوكساك ده نورمال، وفسيولوجيكال انفلوسيل برضو نورمال. وبعدين عايزين بقى نشوف، يعني ده مش نيورال تيوب ديفكت ولا حاجه، ما تقلقوش. هنشوف، هنوقف هنا ثواني الفيديو اهو. ادينا بدأنا نشوف ان في هنا سكار قديم. نرجع تاني وبحاول افرد اهو السيرفكس بتاعي عشان يبان ادي الانترنال اوس وادي الاكسترنال اوس. يبقى انا همد خط على استقامته كالاتي اهو. همد خط في القياس على استقامته عشان اقيس الايه، المسافة ما بين الانترنال اوس والاكسترنال اوس. يبقى انا كده قست السيرفايكال كانال. طيب نرجع تاني اهو. طبعا هنا السيرفكس كلوزد، وواضح جدا ان هو كلوزد. يعني لو انا كملت اهو، لو كملت القياس بتاعي اهو، ثواني. ظاهر جدا اهو ان هو كلوزد الايه، السيرفكس. لو انت هتقيس في هذا المكان اهو، هتيجي تقيس هنا في الحتة دي. طيب هقيس ازاي بقى الويتس؟ يعني انا قيست اللينس خلاص، وواضح فين الانترنال اوس والاكسترنال اوس. عايز اقيس اللينس، هاجي عند المكان ده اخر الانترنال اوس في هذا المكان، واحط كاليبر هنا اهو، كاليبر هنا وكاليبر هنا، واقيس المسافة ما بينهم. يبقى ده كده الميجر بتاع ايه، الانترنال اوس. يبقى كده قست اللينس وقست الويتس. ولو عايز اقيس السكار بقى اهو، ادي السكار بتاعي ده، السكار ثيكنس نفسه. هقيس السكار هنا في المكان ده، اللينس بتاع الايه، السكار، والويتس برضو بتاع السكار. ادي المسافة بتاعت السكار. انا كده عملت له فيجواليزيشن، وهقيس السكار كده اهو. هقيس اقول اللينس بتاع السكار كذا، واقيس الويتس بتاع السكار كذا. كده اللينس والويتس بتاع السكار احدد عليه. احنا يهمنا اكتر من اللينس بتاع السكار الويتس نفسه، المسافة قد ايه بتاعت السكار.